الدنيا مش أزمة بسيطة، دي قصة تدهور، إصلاحات، ديون، واتفاقات مع صندوق النقد الدولي، وكلها عناصر لازم نفهمها بوضوح. تخيل بلد فيها شعب قوي، إرادة كبيرة، ومشاكل اقتصادية ما بتخلصش. مصر خلال آخر 20 سنة قصة من الدماغ، صعود وهبوط، فقر وغضب، إصلاحات وأزمات متلاحقة، سلسلة رعب طويلة بطول 20 سنة. بطولة المواطن الغلبان وإخراج قرارات عبقرية جدا بس دايما في التوقيت الغلط. النهارده هنحكي الحكاية كاملة، ليه الاقتصاد اتدهور، ازاي وصلنا لهنا، وايه اللي ممكن يضمن المستقبل. البداية كانت قبل 2011، كان في نمو اقتصادي لكن كان في مشاكل متراكمة. اعتماد كبير على الاستيراد، ضعف الانتاج المحلي، فقدان العملة الأجنبية في أوقات الأزمات. كانوا يقولوا لك الدنيا تمام، في نمو وفي استثمارات. طبعا نمو على الورق، واستثمارات بتدخل وتطلع أسرع من إعلان حكومي. اقتصاد قايم على استيراد كل حاجة، إنتاج محلي خجول، ودولار لو عطس الجنيه يقوم عليه. يعني اقتصاد ماشي بالبركة، وأول ما البركة تخلص نخش على الحقيقة. الاقتصاد ما كانش قوي حقيقي، بس الدنيا كانت ماشية على اعتمادات خارجية واستثمارات واستقرار نسبي. بعد ثورة 25 يناير 2011 الاحتياطي من العملات الأجنبية انخفض للنص تقريبا بنهاية نفس السنة. ده مش بس رقم، ده يعني قلة الدولار في البنوك وبطالة وأسعار بتطلع نار. الاقتصاد ما قدرش يتنفس. بعد الثورة الاقتصاد قال أنا مش متعود على المفاجآت. الاستثمار هرب، السياحة قالت باي باي، الاحتياطي نزل النص. وده معناه ايه؟ يعني مفيش دولار، مفيش شغل، والاسعار تبدا تسخن زي طاسه الزيت على نار السياسه. في 2016 كان الدولار ب 8.8 قصاد الجنيه، ومع نهايه 25 وصل 50 جنيه. النتيجه الاسعار تطلع نار، السلع الاستهلاكيه ترتفع، الحد الادنى للدخل ما بيلحقش. ده كله لوحده بيقضي على القوه الشرائيه للناس. قالوا لك تعويم، اصلاح، شد الحزام. الدولار ب 50 جنيه، الحزام اتشد وبعدين اتقطع، وبعدين المواطن اكتشف ان البنطلون نفسه اختفى. الجنيه بقى عمله عاطفيه، قيمته تتحدد حسب الاخبار والشائعات. واخر تصريح رسمي قال لك الدنيا مستقره بس ما تقلقش لو الاسعار ولعت. من بعد 2013 الحكومه لجأت للاقتراض بكثافه، قروض خارجيه مصريه ودعم من دول الخليج وصندوق النقد الدولي. لكن القروض مش حل، دي بتخلق ديون لازم تتسدد، وسداد الديون بيستهلك جزء كبير من عائدات التصدير. ديون كبيرة يساوي قلق عالمي حول القدرة على الدفع. واحنا بنشوف كده في كل اتفاق جديد مع الصندوق. الحل السحري دايما نستلف، نستلف عشان نسدد، ونسدد عشان نستلف، ونستلف عشان نقول اننا سددنا. حلقة مفرغة، زي المواطن اللي بياخد سلفة عشان يسدد سلفة وبعدين يستلف تاني. بس الفرق ان المواطن بيتحاسب والدولة بتعمل مؤتمر. عشان الصندوق يوافق على القرض لازم اجراءات صعبة: تحرير سعر الصرف، رفع اسعار الوقود، تقليل الدعم على سلع كتيرة. ده كله ضرب طبقة كبيرة من الناس في قوتها اليومية. في 25 الحكومة رفعت أسعار الوقود تاني وسط أزمة الدولار، والمواطن هو الآثار الجانبية. أسعار البنزين بتزيد، الكهرباء بتزيد، والمرتب واقف مكانه بيشجع. الحكومة بتقول إن في نمو في الناتج المحلي، لكن لما تبص للحياة اليومية التضخم طالع، القوة الشرائية نازلة، الناس بتحسب كل قرش بتطلعه. ساعات النمو الإحصائي ما يوضحش الواقع اللي موجود في الشارع، بمعنى أرقام حلوة وحياة مرة. الحكومة تقول لك في نمو اقتصادي، المواطن يقول لك فين، أنا دورت في السوبر ماركت ومش لاقيه. ليه كله اتعقد كده؟ الأسباب مش واحدة. الاعتماد على الاستيراد بدل الصناعة المحلية يقلل الإنتاج ويزود الطلب على الدولارات، الديون الكبيرة وتأجيل المشاكل. القروض بتبقى حل مؤقت بس بتزود مشاكل في المستقبل. انخفاض الاستثمارات والسياحة في أزمات عالمية. مصر بتعتمد على مصادر دخيلة، ولما تقل الاقتصاد بيتعثر. ضغط سكاني عالي، عدد السكان بيزيد والاقتصاد ما بيكبرش بنفس السرعة. ببساطة بنستورد أكتر ما بننتج، بنستلف أكتر ما بنسدد، بنخطط على المدى القصير وبنحاسب المواطن على المدى الطويل. عدد السكان بيزيد والاقتصاد بيجري بس على مشاية كهرباء مقطوعة. القصة مش مجرد انهيار، هي سلسلة قرارات طويلة الأمد واختلالات هيكلية وضغوط خارجية. السؤال مش هنستلف من مين، السؤال الحقيقي هل الإصلاحات دي بتخدمك في الحقيقة ولا بتخدم ميزانيات كبيرة أكتر من المواطن العادي؟ أروح أنا بقى أشوف حد يسلفني عشان أدفع الإيجار.